لا صيني. لا انتبهوا يبين بها حكي مهم. يا ساتر يا الله. اي دكتورة حنان، خلال شباط الماضي وخلال العطلة الربيعية قمت بزيارة إلى عمان، وعقدت اجتماعا مهما مع الداعم الأول للقائمة العراقية السيد خميس الخنجر بحضور أعضاء من القائمة العراقية على خلفية التصعيد بينك وبين السيد أسامة النجيفي. ما الذي تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء، ولماذا انخفضت حدة تصريحاتك المنتقدة لرئيس مجلس النواب بعد هذا الاجتماع؟ صحيح خميس الخنجر؟ اشتغلت نظرية المؤامرة ما بالمناسبة يعني انا راح اغير نظرتي على ست حنان اذا راح الخميس الخنجر. لا لانه ما تكلمين 10 مرات مثل سيد يعني مرة واحدة ما تكفي، لازم 5 خلينا نعطيها الفرصة للتوضيح. قصده بس مرة واحدة. بس رجل محترم، رجل مهذب، رجل كريم جدا، وليس اجتماع. بالمناسبة أنا كنت رايحة لعمان مع عائلتي لزيارة علاجية، يعني سفرة علاجية، والرجل دعانا وأكرمنا حقيقة. واحد الحق يقال، كان رجل مهذب محترم كريم جدا، ولم يكن اجتماعا رسميا، ولم يحضره أفراد من القائمة العراقية سوى حيدر الملا. منو كان؟ حيدر الملا. لم يكن أفراد، وليس اجتماعا، زيارة طبيعية بدعوة من الرجل، دعوة، وكان مثل ما دعانا السفير في عمان ودعاني شنو الموضوع؟ حديث عام، نقاش عام، ترحيب، لا يعني لا يتجاوز. ترى انا هون يجيبون نسبة شاب حقيقة أنا تفاجأت، يعني اللي سامعته حلوة هاي، اللي سامعته غير اللي شفته حقيقة. يعني أنا أسمع كثير وأقرأ الإنترنت. شاب يعني قصص وروايات كثيرة. ليش نبرتك بالانتقاد السيد أسامة النجيفي خفت حدتها بعد هذا اللقاء؟ انفتح موضوع السيد أسامة النجيفي، والرجل ما كان يتمنى أن تشنج العلاقة بيني وبين النجيفي بهالحد، لكن ما كانت إنه يعني شو تتصور مثلا قدم لي رشوة حتى أسكت على الإطلاق. كان يفترض بالفعل يكون أكو تهدئة من الطرفين.